بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس. لا 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 عرباوي نار 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 من البداية. مع الشكر الجزيل للزميل مهند الجالي ولضيفيه الكريمين. سيداتي انساتي سادتي ايها الاحبه الكرام مشاهدي قنوات بي ان سبورت الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير. اهلا ومرحبا بكم معنا الى العاصمه الاسبانيه مدريد. وفي اسبانيا هذه عاصمة الاسبانيه مدريد 26 في هذا 14 نقطة دائما عند برشلونة، والحق رايو فايكانو فقد يصل قائد الفريق تريخو، فتمضي لفريق برشا الشوط الاول عبر قنوات 19 دقائق على بداية المباراة. وليفاندوفسكي لكن امامنا رايو الاول كمدرب مع مدرب يقدم عطاءات جيدة في لحظة الكرة السابقة لمصلحة برشلونة. بالدي يقود هذه المرحلة القادمة، ما فيه صعوبات برشلونة، ولكن فيه هفوة ممكن التسديدة، ولكن يرفضها حارس المرمى في سقوط أيضا من مدافع برشلونة. برشلونة يلعب بهدوء لكن برشلونة يعاني في هذه الدقائق، بل ولا يتلقى الجول الأول. جول رايو فايكانو، أضاع فرصة قبل قليل ولكن الآن يتقدم ويسجل الهدف الأول. فرحة كبيرة في المدرجات، وبالتالي التسديد قوي على جبهة الليغا. أمامك للبرشا، اللعبة كانت لرايو، ردة الفعل حاضرة والكرة تضيع من ليفاندوفسكي. يظهر للمرة تتقدم وقد سجل الهدف الأول بهدف واحد مقابل لا شيء. أطول لاعب أمام 16 سنة أول من فيران توريس، صارت أخطر لبرشلونة. تغطية سليمة في مدافع الصلب الحقيقة. صار فيران توريس لعب الركنية الرأسية ولكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. والمباراة النهائية على كأس أمير نادي السد وإدارة السد مع تحولت بهذا الشكل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ بالازون لاعب جيد عنده 8 أهداف. تفقد اللقب. كرة لعبت إلى اللاعب اللي يؤدي مباراة جيدة، لاعب فريق رايو فايكانو الفارو غارسيا. أيضا صحيح لا جيدة، ولك في انجلترا دي ألبا يجلس على قائمة فايكانو، ممكن يعملها ويسجل الجول. هو يعني كأن ضام كنت تشوف في عمارات. يعني كرة تحولت عالية إلى من يعاني هذه الكل يأتي إلى هنا. برشلونة طلاقة ديون، تمريرة جميلة وكرة تحولت تبدو خطيرة الأيام. يعني 8 مرات فاز، لاقة حاضرة وبينية وجول، لكن هي تسلل. هدف ملغي. البولندي حط في 30 هدف. كل شك مانشستر سيتي هو ايضا 1-0. كرة لعبت بمبدأ السلامة، حارس تألق في الشوط الاول. برشلونة لعبت كانوا ربما يكون هو الفريق الأخيرة، الفريق الصغير في البطولات، جالس يؤدي مباراة جيدة. المرشح لإجراء يعني التبديل الأول وتبديلات أخرى هو شافي. سقط على أرضية الملعب. بداية الشوط لرايو فايكانو، راي أيضا بهذا الشكل يتقدم في هذه اللقطة. الوسط ولاعبي خطيئة. على العموم الركني برشلونة ما فاز باللقب ولعشاق الدوري الإنجليزي طبعا. انفراد أمام الكرة انحطت في الجول. جول ثاني للمرة الثانية. رايو فايكانو
يسجل في مرمى برشلونة ويأتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 7 فقط على في خط الوسط وفي خط المقدمة. نتيجة 2-0. وذكرنا يعني كنت أقول أن رايو فايكانو المباريات الأخيرة يعمل مشاكل كثيرة لبرشلونة، عملها في الكامبانو تعادل العام فران غارسيا كمان، لكن لاحظ الكرة من الكرة من الخطأ كان يعني المباريات الأخيرة. كرة 14 سنة و298 رايو فايكانو الليرة، الانطلاقة حاضرة والتسديدة حاضرة لكنها ضعيفة. جافي 18 سنة يحضر مشاركة فاتي صاحب الهدف السنة، يلعب مع معنا كثيرا بل لدقة التسديدة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكل يصفق في مدريد، أكيد يغادر إذن اللاعب ختافي سجل هدفين. لاحظ الكرة برشلونة، كرة تحولت أيضا تتقدم 2-0. ممكن تكون خطيرة، ممكن تكون النقلة حاضرة ولكن تستقر عند حارس المرمى ديمتريفسكي 67 الفرنسي المدافع. يقول محاولة ليفاندوفسكي التسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. اليوم مع مانشستر طبعا هذه كرة خطيرة لكن برشلونة بأن اللقب، وبهذه النتيجة والتسديدة وأيضا جول. أخيرا سجل برشلونة، أخيرا. لذلك مشجع برشلونة وأنصار برشلونة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع معايا الشرح، هتلاقي اللينك في الوصف. بعد ما نخش على الموقع بالشكل دوت هندوس جيت ستارتد، هندوس كلمة داونلود ناو، هنعمل سيف للبرنامج، بعد كده هنفتحه وهندوس انستول، كده هندوس لانش، كده هندوس ساين اب، نكتب الايميل بتاعنا، كده هندوس جيت فري، هيبعتلك رسالة على الايميل نأكده، هتدوس فيريفاي ناو، كده هتدوس يوز اب، هنعمل هنا في بلاد كتير مختلفة، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، في بلاد كتير انت اختار اللي انت عاوزه. أنا هنا مثلا هختار ألمانيا، هنستنى اما يعمل كونكت، هنا هنلاقي عمل كونكت، هنستنى اما يجيب لنا اي بي وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.